ما ينفعش نبقى هنبدأ في رمضان وبدأنا في الصيام من غير ما نعمل فول. فالنهاردة هعمل لكم شوية فول أحلى من بتاع عربية الفول، فول على أصوله. معايا هنا كيلو فول هيكفينا الصيام كله وهيكفيكم شهر رمضان كله. وهنجيب مية، دي مية باردة على فكرة مش سخنة اهو. هنغسل الفول غسله تمام وننقعه في الميه ونسيبه اقل حاجه 6 ساعات، وبعد 6 ساعات ارجع لكم عشان نعمل احلى دماسه فول. ولو عايزين الفول ما يتنقعش فتره طويله فحطوا له ميه مغليه لمده ساعه وبعد كده اشطفوه كويس واعملوه بنفس الطريقه. وده شكل الفول بتاعنا بعد ما نقعناه ليله كامله او اقل حاجه 6 ساعات. بس لو عايزين تعملوا فول سريع مفيش مشكله، انقعوه ساعه واحده في ميه مغليه. وتركايه مهمه جدا، لازم الفول نرمي الميه اللي احنا كنا ناقعين فيه ونغسله كويس جدا عشان خاطر الميه اللي منقوع فيها بتبقى فيها غازات كتير. فده شكل الفول بتاعنا، شايفين الحبايه بتاعته كبرت ازاي. انا هدمس الفول بتاعي في الحله مش في الدماسه، تقدري لو عندك دماسه تعمليه. معايا كيلو الفول اهو، حطينا كيلو الفول معانا في الحله. معايا هنا نص كوبايه عدس اصفر وطبعا غسلها كويس جدا. معايا كوبايه فول مدشوش اللي هو الفول اللي بنعمل بيه البصاره، غسلته برده غسله كويسه. كوبايه جزر مبشور. معايا طماطمايه متقطعه مكعبات. هنحط عصير ليمونتين كبار، وعلشان يدينا لون حلو هنحط معلقه كبيره كركم. وعلى فكره الكركم مليان فوائد ومليان مضاد اكسده فهو رهيب جدا، فلازم نستخدمه في كل حاجه. معايا هنا معلقتين كبار بابريكا عشان يدينا لون حلو، ومعلقه صغيره بيكنج باودر. وبعد كده نحط له ميه مغليه ونديله تقليبه كده حلوه. ولسه هحط له ميه مغليه كمان. ودلوقتي هغطي الحله بتاعتي واروح احطها على نار هاديه لمده 3 4 ساعات لغايه لما الفول يستوي معايا. وطبعا لو في شياطه نحط شياطه ونسيبه لغايه لما يستوي. وطبعا لو احتاج ميه في نص التسويه بنحط له ميه مغليه مش ميه بارده. هروح اسويه وارجع لكم تاني. الفول بتاعنا خلاص استوى، بس مش هوريه لكم دلوقتي. قبل ما اعمل معاكم دقه العربيات الخطيره، هنجيب بوله فاضيه وهحط فيها كوبايه ميه. حطينا كوبايه الميه، ربع كوبايه عصير ليمون، ربع كوبايه خل، نص كوبايه زيت، معلقه كبيره ملح، ربع معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه صغيره كمون، معلقه صغيره كزبره، نص معلقه صغيره شطه ولو تحبوا تزودوا الشطه براحتكم، معلقه صغيره بابريكا، معلقه صغيره هريسه شطه. ولو ما عندكمش هريسه شطه ممكن تحطوا فصين توم. وندي تقليبه عظيمه للمكونات دي. ويا سلام بقى لو معلقتين طحينه هتبقى خطيره. بس انا الطحينه خلصانه عندي، بس قلت لا لازم اعمل لكم الدقه الخطيره دي، بتفرق جدا في الفول وكمان بتديله طعم رهيب. بصوا نديله تقليبه بس حلوه. نجيب الازازه ونحط الدقه الخطيره دي رهيبه. حطوها في التلاجة عندكم تقعد معاكم لغايه اسبوعين، وكل ما تيجوا تستخدموها تدوها رجه تمام وتحطوا على الفول بتاعكم. تعالوا بقى نشوف الفول. تعالوا بقى شوفوا الفول وجماله. بصوا يا جماعه، اجدع من فول القدره. بصوا مستوي ورهيب. بصوا شكله عامل ازاي. الحبايه بتاعته مهريه اهي. بصوا يعني انا بأسف للمنظر بس يعني ولا تقولوا لي قدره بقى ولا تقولوا لي حاجه، في حله استانلس اهي مننا وعلينا وطالع معانا زبده. تعالوا كده افرجكم. بصوا العظمه، شايفين حبايه الفول مهريه وخطيره. عظمه. وكمان عملنا دقه العربيات الخطيره. بصوا حاجه كده عظمه. نحط حبه كده حلوين، حاجه كده من الاخر. تعالى اقول لكم عملنا الفول والدقه دي ازاي. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تشتركوا معايا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وكمان ما تنسوش تتابعوني على الفيسبوك والتيك توك باسم نرمين صبري. اشوفكم على الف خير، مع السلامه.